بزاف د المرات كتقول وانا متوكل على الله، ولكن واش بصح فاهمين شنو هو التوكل؟ واحد الموقف وقع مع الرسول صلى الله عليه وسلم غادي يغير لك النظره ديالك تماما لهذه الكلمه. سير على الله. واحد النهار دخل واحد الرجل من الباديه للمسجد باش يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، وخلى الناقه ديالو برا المسجد وما ربطهاش. النبي صلى الله عليه وسلم شافوه وسولو: علاش ما ربطتيش الناقه ديالك؟ الراجل جاوب بكل ثقه وقال: انا توكلت على الله، يعني الله غادي يحفظها ليا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم صح ليه المفهوم ديال التوكل، وقال ليه واحد الحديث اللي ولا قاعده في الحياه: اعقلها وتوكل. بمعنى نوض ربط الناقه ديالك مزيان ودير السبب اللي عليك، عاد ديك الساعه خلي قلبك مطمئن ومتوكل على الله سبحانه وتعالى. العبره واضحه، بغيتي تنجح قرا ودير اللي عليك وعاد توكل. بغيتي المشروع ديالك ينجح خطط وخدم وعاد توكل. التوكل ماشي هو الكسل، التوكل هو العمل والنية الصافية. إلا عجبك هذا الموقف بارطاجيه مع صاحبك اللي محتاج يسمع هذه الهضرة. كان معكم الكوتش أحمد. سير على الله.